أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم عماد العطار. بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة المصرية بتستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة. ووفق الموقع المصري، من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة راس جميلة. الأولى كانت رأس الحكمة، مشروع رأس الحكمة أو صفقة رأس الحكمة بتدر مليارات الدولارات داخل مصر، وإن شاء الله الدولارات دي هتكون سبب السعد على ناس كتير جدا بإذن الله. والاستثمارات المصرية الإماراتية هتوفر فرص عمل كبيرة جدا 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 للمصريين، وأيضا هتجذب السياح. ممكن يكون في 8 مليون أو أكتر بكثير للسياحة المصرية إن شاء الله. وطبعا أنتم عارفين إن بعد الدولارات دي كلنا لنا 35% من صافي الأرباح. رأس جميلة بشرم الشيخ، في المصدر اللي قدامي مصر تايمز، الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة. الإعلان إمتى؟ اللي قدامي أشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل، هتعرفوا التفاصيل بالكامل، ولكن مش دلوقتي، في الوقت المناسب. اصبر شوية، في الوقت المناسب اللي الحكومة هتحدده. بعد ما الحكومة تتفق وتشوف إيه اللي هيناسبها هتعلن، وهنعرف كل حاجة زي موضوع صفقة راس الحكمة. وأشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء، وتطل منطقة رأس جميلة على البحر الأحمر في شرم الشيخ وجزيرتي طيران وصنافير، وملاصقة لمطار شرم الشيخ. ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 فدان و615 متر مربع، وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية. وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض رأس جميلة شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين. وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة. وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة، وبينها وزارة الإسكان.